ولهذا أنا نقول بكل صراحة أن مستقبلنا متعلق بآمالنا وآفاقنا وطموحاتنا وما نريد أن نفعل، وإذا شمرنا على سواعدنا والله ما يغلبونا لا المغاربة ولا التوانسة. علاش أنا نقول المغاربة والتوانسة؟ لأن كمثل أقرب لنا. أنا جيت منتظر أنكم تبردوني شوية. احنا قلنا ما قلناه للأشقاء المغاربة من بشار، وما قلنا لهم إلا صدقا ومن منطلق المحبة ومن منطلق سياسة حسن الجوار والأخوة اللي تعتمد أولا على الصدق والصراحة والمحبة. أنا تدبر لي وتأمر لي وتدرب لي في التراب نتاعك وتكلمني على الأخوة وحسن الجوار؟ أنا تبعت المخدرات لهالك شبابنا وهالك شباب تونس، هالك شباب تونس وهالك شباب أوروبا، وتقول لي أخوة وحسن جوار؟ نقول لا لا. لكن في نفس الوقت لا 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 لا، موش هكذا. أنا نحاول تبردوني شوية. في نفس الوقت جيني رسائل من إخوان في تونس يقول والله تهانينا والإخوان قصروا معنا ومانيش عارف نحاول نتساءل صراحة، نقول والله ما يحق على إخواننا التوانسة يتصرفوا هكذا. لكن في نفس الوقت نتساءل، نقول أنا علاش نمشي للبلاد اللي يهينوني فيها؟ كل واحد منا سلطان في بلاده، والحقرة ولا ما يش الحقرة، نفضل أن أخويا ولد وطني يحقرني بصح ما نمشيش نطفل على بلدان الناس ونتشكى من الحقرة نتاعهم. لا لا، مش معقول مش معقول مش معقول. ولكن هذا ولكن ظلموا ذوي القربى. إذا مشيت أنا لعندهم واش مظلمين هما؟ يا أخي إذا كان جاوا لعندك للدار وظلموك والله العظيم نحاربوهم. أنت تمشي لي لباب السويقة درك، أنت تمشي لباب السويقة لا لا، ما حد ما يعطينا طريحة لا في 63 ولا في 99. حد ما يعطينا طريحة.
الجزائر مشهورة بأنها تعطي الترايح. والمنطق هذا ما يلزمش يكون المنطق هذا. المغرب العربي معروف، تاريخ المغرب العربي معروف، وما زال في بلادنا من الإخوان اللي صنعوه وكانوا في مكتب المغرب العربي، ويعرفوا تماما واش كانت من اتفاقيات بين أقطار المغرب العربي، ويعرفوا